السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بفيديو يا جماعه حلو جدا، هيعجبكم قوي قوي. لو عجبكم وصفتي النهارده، انا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناه وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده بنزلها على القناه. بصوا الجمال كده والشكل بيتكلم عن نفسه، ما شاء الله وصفه النهارده كانت حلوه جدا. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عشان نبدأ وصفتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت هنا 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم معلقتين ينسون. طب عايزه تضيفي اي منكهات تانية اعشاب ما فيش مشكله، زي ما انت عايزه، زي ما انت واخده على الطعم اللي انت بتحبيه. ربع معلقه من الملح، معلقتين من لبن البودر، بيخليهم طعمهم حلو قوي وبيخلي العجينه كده غنيه. ومعلقتين من السكر. تمام. معلقتين من السكر، ممكن تحطي معلقه عشان ما تبقاش مسكره قوي، ده حسب الرغبه برضو. ودول كده معلقه من ريحه الكحك كانت باقيه عندي. تمام. عايزه تحطي ريحه كحك حطي، مش عايزه تحطي ما عندكيش متوفره عندك حطي فانيليا. تمام. او ريحه الموز، الريحه اللي انت عايزاها يعني. خلاص هعمل حفره كده بس في الدقيق، واحط هنا كوبايه بالظبط كده من نفس الكوبايه اللي انا استخدمتها وعيرت بيها الدقيق. هنزل بيها بكوبايه من السمنه على زيت، او من زبدة على زيت. تمام. النهارده اشتغلت بزبدة على زيت، نص كوباية زبدة ونص كوباية زيت. همسك بقى المكونات بتاعتي دي كلها، هبسها زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة تتبس كويس جدا، هي الحركة دي برضو مهمة اوي. يعني بصوا الوصفة هي عبارة عن خطوات، خطوات بنعملها عملناها صح الوصفة بتاعتك بتطلع زي الفل. خلاص حضرت هنا كوباية الا ربع من المية. تمام. عليها كوباية ونص من الخميرة، ومع معلقة ونص من الخميرة معلش، ومعلقة سكر، معلقة سكر بس عشان تشغل العجينة، وبتدي العجينة برضو ايه طعم حلو كده وتسكيرة. خلاص كده هركنها على جنب. بصوا بقى خدت الدقيق كده على جنب بسيته كويس جدا برضو، حوالي 10 دقايق كده. بعد ما الخميرة اتفعلت كده مع السكر والمية. تمام. هضيفها بقى على كل المكونات على بعضها. ال4 كوبايات دقيق، تمام، بياخدوا كوباية من المية. خلاص من كوباية لكوباية الا ربع، هو اساسه يعني كوباية الا ربع، ما تحطيش كتير. يعني تحطي كوباية الا ربع وتشوفي، وكمان تنزلي بيها بالتدريج. خلاص عجنتها هنا. بصوا لقيتها لسه مفرولة شوية. في الحالة دي في الوقت ده، لما الاقي بس شوية دقيق كده من تحت، احط معلقة واحدة بس من المية، ما احطش كده معلقتين. تمام. بس انا عشان عارفة مقدار ايدي وعارفة الدقيق ده بيشرب سوائل. خلاص. زي ما انتوا عارفين في دقيق بيمتص السوائل وفي دقيق لا. خلاص عجنتها هنا بالشكل ده كده. بصوا عجينتي متماسكة، مش هي طرية قوي. خلاص. بصوا اول لما بمسكها كده بتتشد من ايدي على طول، بتتقطع قطع، ما بتعملش عرق. كده برضو العجينة بتاعتك بتبقى ناجحة. باخد حتة كده بمرنها واحننها على ايديا. تمام. وبططها كده. اول لما بططها الاقي العجينة بتاعتي كلها متساوية كده من على الحروف، ما عملتش تشققات. خلاص العجينة بتاعتي كده زي الفل وناجحة معايا. شايفين؟ بقطعها كده تتقطع معايا قطع، ما بتعملش تشققات، ما بتعملش قصدي عرق. خلاص بغطي العجينة بتاعتي واسيبها بقى. اهم حاجة دي اهم خطوة، ان اسيب العجينة بتاعتي تخمر. خلاص. بعد ما خمرت العجينة بتاعتي وملت الطبق اهي، شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك. اقطعها على 3 اجزاء او 4 اجزاء. تمام. انا قطعتها هنا على 4 اجزاء. تمام. همرنها كده واشيل الباقيين شايفين؟ بصوا لما تعمليه الحركة دي في العجين بيطلع حلو قوي. خلاص بيطلع كده يعني بيبقى كله كده هايش كده وقوامه حلو قوي. خلاص بصوا بكل بساطة كده انا ما عملتش اي حاجة اكتر من كده، ان انا فردت العجين على ايدي بعد ما كورته كده، وعملت رول كده بفرده على ايدي كده. وشوفي بقى السمك اللي انت عايزاه. تمام. واعمليه زي ما انت عايزه، بس ما تبططيهاش قوي يعني في الارض كده، ما تخليهاش يعني 1 سنتي، خليها سنتي ونص كده عشان تطلع عليها قوام كده في الاكل. خلاص. والشكل كمان. دهنت الصاج بالزيت هنا، وهرص عليه القرقيش بتاعتي. بصوا بقى هي حلوة قوي في البيت، في المدارس، اي حد جاي من المدرسة. تمام. كوباية شاي بلبن، كوباية شاي، بيقعد ياكلها كده وينام او يروح الدرس بتاعه او الحاجات دي كلها. بصوا يعني انت لو مستعجلة كمان مش فاضية، تاخدي شوية معاكي في الشنطة رايحة شغلك. بصوا تحفة 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 ان شاء الله. وصفة النهاردة كانت حلوة جدا، بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك، عشان اللايك يا جماعة بيرفع الفيديو. بصوا بنفس الشكل ونفس الطريقة عملت برضو رول تاني.
عايزه بقى تشكلي براحتك، عايزه تعمليها قرص بتبقى على شكل قرص كده، بس لو عملتيها بشكل قرص اعمليها كده بالشوكه عشان ما تعلاش قوي كده. تمام. بصوا برصتهم كده. بس اهم حاجه بقى بعد ما تخلصيهم خالص وتخلصي المقدار بتاعك كله، بتدخليهم بقى الفرن وتدفيهم كده على نار دافيه. خلاص بصوا انا خلاص خلصتها هنا كلها اهو، عطاني صاج كبير جدا، اكبر صاج عندي. دخلتها الفرن بقى وكانت فرن دافيه. تمام. حسبتها حوالي ساعه، ساعه ونص كده عشان الدنيا لسه حر. خلاص سيبيها تخمر براحتها، ودي اهم خطوه. تمام. دخلتها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. اهم حاجه الفرن ما تبقاش عاليه جدا 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 يا جماعه، الفرن بتاعك تبقى وسط. اول لما بتلاقيها بتاخد اللون الاصفر ده من تحت ما تسيبهاش لحد ما تاخد لون غامق عشان ما تمررش معاكي. تمام. اهم حاجه من التسويه، اهم حاجه تاخدي بالك منها التسويه. بعد ما خدت اللون الرايق كده من تحت شغلت عليها الشوايه زي ما انتم شايفين، خدت اللون القمر ده، طلعتها على طول من تحت الشوايه. اهم حاجه في المخبوزات يا جماعه التسويه، تحافظي على النار، تحافظي على مده التسويه قد ايه. كل ما بتسيبي المخبوزه في الفرن كتير، تمام، بتمرر وبتعضم وتبقى طعمها بيتغير 100%. تمام. فاهم حاجه طالما عملتي وصفه تظبطيها وتقفي عليها تراعيها يعني عشان تطلع معاكي حلوه لحد اخر لحظه. تمام كده. بصوا بقى الشكل كده بيتكلم عن نفسه ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا منفوخه ازاي. اهم حاجه التسويه بتاعتها يا جماعه، اهم حاجه التخمير. لازم تخمريها تاني مره كويس جدا في الفرن وتحطيها في مكان دافي عشان تطلع معاكي بالشكل الجميل ده. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.